ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده كوكيز الافران، بس بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه جدا. ما اخدتش مني وقت خالص. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. نصلي على رسول الله ونبدا على طول مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جبنا طبعا 3 كوبايات ونص دقيق معانا، وجبنا اللهم صل على رسول الله كوبايه زبده. حابه تحطيها زبده على سمنة، قصدي على زيت، ماشي. حابة تحطها زبدة على سمنة أو على زيت زي ما انت عايزة. أنا عملت كوباية بالظبط، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا نص معلقة بيكنج باودر، ذرة الملح وشوية الفانيليا وبيضة، وكوباية العسل الأسود. معايا كوباية العسل الأسود. أنا مش ما عندكيش عسل أسود اعملي بعسل أبيض. ما فيش عسل أبيض، كوباية سكر حلو جدا يعني. بس أنا كان عندي العسل، حتى جيت احط العسل الاسود لقيته يعني جيت نص كوبايه كملتها بالعسل الابيض، وما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طالع تحفه وجميل وحلو جدا. انا طبعا مش متخرة جامد، انا مخليها حلو كده جميل مقرمش وحلو، احلى من بتاع الافران بكتير. يعني بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. 3 كوبايات ونص دقيق عملوا لي الجمال ده يا ولاد. يعني 3 كوبايات ونص بالظبط، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بالكوباية المعيارية، المج اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض، المج اللي انتوا متعودين معايا عليه، اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي الفيديو ده. يعني العسل اللي انتوا شايفينه ده عسل اسود وبقيته ابيض والله يا ولاد، الحقيقة يعني. طبعا حطيت، نزلت بالزبدة كده زي ما احنا شايفين. عملتها. طبعا دراعي كان واجعني والله، كانت المفروض يعني عملتها بمضرب او حاجة، فالمضرب البيض اللي عندي مش شغال، فعملت بايدي كده. حتى المضرب السلك هو كمان وانا شغاله بيه راح مكسور وانا بعمله. فقلت حلو شغال، وما شاء الله طلعت تحفه، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قلنا البيضه، كوبايه العسل الاسود، كوبايه الزبده، نزلت بهم على بعض كده عملتها. ورحت نازله بال3 كوبايات ونص دي، وذره الملح وشويه الفانيليا والشوكليت اللي انتوا شايفينه ده. حطيت شوية هنا كده والباقي نحطه على الوش. عايزة اقول لكم العجينة ما اخدتش اي حاجة. ال3 كوبايات ونص دي بالظبط يا ولاد، بالكوباية المعيارية اللي احنا شفناها دي. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اعملي الحاجة زي ما انت شايفة كده، بعيرها كويس وهي تطلع معاكي مظبوطة، لا تحطي لا ازيد ولا اقل. ماشي. فانا عملتها بزبدة زي ما احنا شايفين كده. حابة تعملها بزيت على سمنة عادي خالص شغال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. مفيش أحلى من ذكر الله. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. اللهم انصر أخواتنا في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا أنا عملتها كده ونزلتها كده زي ما احنا شايفين. أنا طبعا التليفون كان في إيدي وكنت بصور زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى، أنا قبلها كنت مصورة الفيديو بتاع اللهم صل على حضرة النبي بتاع البتنجان. طبعا ام ونس هي اللي كانت بتصورني، فصحي بقى الباشمهندس سليم، فما عرفناش نعمل منه اي حاجة. فقلت لها لا، انت خدي ابنك وانا مع نفسي بقى هعمل. فبسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا عملنا كده زي ما احنا شايفين غطا الازازة. مفيش اسهل من كده، شكلي بيه تشكل معايا ما شاء الله. انا كنت ناوي اعمل حاجات تانية جميلة، بس عشان التليفون كان في ايدي، مرة تانية بإذن الله هنعمل مع بعض حاجات كتيرة ووصفات كتيرة. بس أنا عايزة بس اللي يسمع الفيديو يحط لايك بالله عليكم، وتسمعوا الفيديو حتى لو 10 دقايق يعني، معلش عشان نكبر يا حبايب قلبي. كنت كده خلصت طبعا، شغلت الفرن ودخلت الفرن بقى. وعايزة اقول لكم ما شاء الله ريحة البيت كانت تحفة. طبعا انا قلت لكم انا حطيت فانيليا. نقول على المقادير تاني عشان لو نسيت حاجة. معانا كوباية زبدة، معانا بيضة، معانا كوباية عسل اسود. ما عندكيش عسل اسود حط عسل ابيض، ما عندكيش عسل ابيض حط السكر، بس انصحك السكر يكون سكر بودرة. اعمليه في المطحنة.
مش شرط يعني تشتري من بره، شوية سكر تموين هتعمليه في المطحنة بتاعة التوابل وبس كده. ونزلنا طبعا بيهم على بعض وشوية الفانيليا، وما شاء الله ولا قوة إلا بالله 3 كوبايات ونص بنفس المج اللي احنا حطينا به العسل يا ولاد، 3 كوبايات ونص بالظبط. 3 كوبايات ونص دقيق. بس مش النص بقى تروحي تملي لي الكوبايه تقولي نص، لا هو نص يعني نص، يعني بالظبط الحاجه هتطلع معاك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طالع معايا تحفه وطعمه حلو جدا جدا. لو في اي حاجه هقول لكم ما تعملوش كذا، لا اعملوا، لا قللوا حاجه، لا ما شاء الله طالع بالظبط وطالع حلو جدا. طبعا ذرة الملح يا ولاد. وطبعا زي ما انتوا عارفين البسكوتات كلها ما بتتعجنش، بتلمي بس العجينة كده. لما غسلت ايدي زي ما شفناها كده ووريتكم اللي انا حطيتها في الشوكليت، وما شاء الله ولا قوة الا بالله، تحفة تحفة تحفة. ما ننساش اللايك والشير، ما ننساش نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ودعوة حلوة بقى لاخواتنا وحبايبنا في فلسطين، يا رب ينصرهم نصرا عزيزا. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب فيديوهات تكون بتعجبكم يا رب. انا ببقى مبسوطه لما حد بيقول لي انا عملت اللي انت بتعمليه، والله ببقى مبسوطه جدا. وبحاول ابسط في فيديوهاتي عشان حبايبي ولادي وحبايب قلبي. والله احنا يا كبار بنتعلم من بعض يا ولاد، مش شرط البنات الصغيرين. انا من واحده لما بشوف حاجه بتعجبني باخدها واعملها عندي، وبقول انا واخداها من حبايب قلبي واخواتي واصحابي على القناه. يا رب يوفقنا جميعا، اللهم امين. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد يا رسول الله. شوفوا الجمال والخبيز بتاعه تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنا سبته احمر طبعا من تحت حسيت إنه عايز يعني الشواية تولع ثانية كده، شغلت الشواية حاجة بسيطة خالص وطالع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عشان تروحي تشتري ده من بره مبلغ وقدره، يعني حاجة بسيطة في البيت اهي. كل حاجة كانت عندي في رعاية الله يا حبايبي.